ثم ذكر الأمر الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، والمراد بمنار الأرض هي الرسوم والعلامات التي تتميز بها الحقوق، مثل بين بستان فلان وفلان توضع رسوم تميز حده من حد صاحبه، وسميت الرسوم والعلامات منارا لأنها تنير الأمر، تجعله واضح، تجعله واضحا، تميز به بين الحقوق. فلو جاء شخص وقدم رسم من هذا الرسوم أو علامة من هذه العلامات، قدمها شبرا بحيث تتسع أرضه وتضيق أرض جاره، فهذا من التغيير الذي يوجب اللعن. لعن الله من غير منار الأرض. ومن اقتطع شبرا ظلما طوقه من 7 أراضين، كما جاء بذلك الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والظلم ظلمات يوم القيامة. ويدخل في ذلك التلاعب بالوثائق أو بالمستندات، أو التلاعب مثلا بالوصايا أو غيرها، بحيث يغير كلمة أو يزيد حرفا بحيث تتغير الحقوق ولا تتمايز، ولا يتضح حق فلان من حق فلان، أو يزيد بذلك حقا على آخر. فهذا يشمل هذا اللعن في الحديث. أيضا يشمل الحديث من يغير في منار الأرض التي هي العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرق، العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرق، مثل أن توضع علامة تدل على بلد ما، أو تدل على وجود ماء مثلا، أو أمر يحتاج الناس إليه، فيأتي شخص فيغير العلامة فيجعل الناس يضلون الطريق، يشمله اللعن. ويتناول قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. فهذه أمور 4 فيها اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وبدأت بالذبح لغير الله لأنه أخطرها وأشنعها. نعم.